السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم راح نشارك معكم بطاطا كوشة بالدجاج. وش نقول لكم، واحد الوصفة تجي بنينة كي العسل. وسر البنة تحت الوصفة يعني ماشي هو الدجاج ولا البطاطا ولا حاجة أخرى، إنما هي التتبيلة في حد ذاتها. راح نزيدوا لها واحد المكون راح يعني يفرق لنا في النتيجة النهائية 100%. راح نبداو الفيديو تاعنا بالصلاة على الرسول عليه أفضل الصلاة والسلام. قولوا بسم الله وعلى بركة الله وندخلوا مباشرة في الفيديو ديالنا. ومن فضلكم يا جماعة ما تنسوناش من هذاك اللايك هكذا باش نشجع ونضيف لكم المزيد والمزيد من الوصفات المنزلية الناجحة. هنا عندي هاد الكميه تاع البطاطا، يعني ما تخلاكمش ماهيش كميه كبيره. شوفوا البطاطا تاعي يعني صغيره الحجم، يعني حبات متوسطين وكاين حبات صغيورين. عندي حبه تاع بصل كبيره، نتوما استخدموا زوج متوسطين. عندي تقريبا واحد 6 ولا 7 فصوص تاع ثوم وزوج حبات تاع فلفل خضر. وتقدروا كذلك تستخدموا الفلفل الاحمر. نفس الوصفه يعني تقدروا ديروها بدون دجاج، يعني ما تبدلوا حتى حاجه في الوصفه. لكن اذا درتوها بالدجاج راح تجي خير وخير. يعني بروفيتو، يعني هاد النهارات راه الدجاج رخيص. الكويس تقريبا راه يدير 15,000، يعني كويس كبير لاباس به يدير 15,000. هنا راني نوري لكم يعني الجزء التحتاني تاع الفخذ فقط كيفاش راني نحيلو في العظمه. هنا علاش نحيو العظام هكذا باش هاد الوصفه يعني ما تديناش مده طويله في الفرن وطيب لنا بالخف، وكذلك نضمنوا بلي الدجاج تاعنا يعني راح يطيب لنا 100%. هاي اللي كنا راح نحاول نحي هاد الجزء. يعني تقدروا تستخدموا اي جزء من الدجاج، لكن هذه الصينيه تاع الدجاج ولا بطاطا كوشه في الفرن لما ديري هكذا بالافخاذ تجيب بنينه خير وخير. انا مسالي هذا الجزء كذلك راح نحيه. انا كل ما كان يعني الموس تاعكم ماضي كل ما راح يساعدكم في الخدمه. انا كانوا عندي 5 افخاذ تاع الدجاج، نحيت لهم هذاك الجزء التحتاني فقط، هذا هو اللي راني نحيله في العظم. وهذاك الجزء اللي الفوق راح نخليهم نديروا بهم وصفه واحده اخرى ان شاء الله. المهم هاد العظام اكيد ما راحش نرميهم كامل، راح نطمهم نديرهم في كيس ونخبيهم في المجمد. ندير بهم مرقه تاع الدجاج ولا نمرق بها مثلا شوربه تاع فيرميسل تكون حمراء تحبي، يعني المرقه تاع الدجاج. ندير بهم بركوكس، يعني اي حاجه تاع لاصوب. هنا شوفوا نحكموا الموس تاعنا، نحاولوا نفتحوا كامل هذاك الدجاج هكذا باش ما يديناش وقت في الفرن، وكذلك باش التتبيله تدخل فيه وراح يجي بزاف بنين. بالنسبه للجلده تاع الدجاج تقدروا تنحيوها كما تقدروا تخلوها، لكم الاختيار يعني نتوما واش حبيتوا. راح نروحوا للتتبيله. عندي نص كاس تاع زيت وعندي كاس غير ربع نتاع الحليب. توابل عندي كميه من الملح، عندي المعدنوس المجفف، عندي توابل مكسيكيه، عندي شويه تاع فلفل الكحل. التوابل المكسيكيه هذو اللي ما عندوش تقدروا ديروا اي اعشاب عطريه كما تقدروا ديروا البابريكا ولا فلفل عكري. وعندي مغرف كبيره تاع طوماط كونسونطري. راح نفرغوا الكميه تاع الحليب ونزيدوا لها الكميه تاع الزيت، نزيدوا التوابل لا طوماط كونسونطري ونخلطوا كامل هاد المكونات مع بعض. هنا هاد الكويس تاع الحليب ولا كاس غير ربع تاع الحليب تقدروا تروحوا حتى للكاس، يعني ما كاش مشكله. راح تجيكم بزاف بنينه. البطاطا هذيك تبان لكم كي شغل طيبتوها بالبيشاميل ولا درتوا فوقها الفرماج، تجي روعه. جربوها بهذه الطريقه ورجعوا لي بالخبر. بالنسبه للكميه تاع الزيت اذا شفتوها كميه كبيره تقدروا تنقصوا شويه في الكميه تاع الزيت، لكن ما تبالغوش، يعني خلوها تحت النص كاس غير بشويه. والكاس غير ربع تاع الحليب تقدروا تروحوا حتى للكاس تاع 220 مليلتر عادي. هنا خلطت كامل المكونات وبعدك حسيت باللي هذيك التتبيله ما جاتنيش حمراء، ولهذا درت لها ربع مغرف كبيره تاع البابريكا ولا فلفل عكري. هاي ليك، وهذه هي النتيجه اللي تحصلت عليها. انا حنخلط مليح. مازالوا لي هذوك ليبول تاع البابريكا ما تفتحوش، راح نفتحهم بالكامل. نجيبوا الصينيه تاعنا اللي راح ندخلوها للفرن ونبداو نرصوا في المكونات ديالنا. هنا بالنسبه للبصل، اذا كان عندكم البصل قلت لكم صغير ديروا 3 حبات صغار ولا زوج متوسطين قطعوهم دوائر. انا كانت عندي حبه كبيره يعني قطعتها في النص، ومن بعدك زدت قطعتها شرائح كما راكم تشوفوا. البصل حاولوا الشرائح يكونوا رقاق قد ما قدرتوا. بالنسبه للبطاطا ديروا شرائح متوسطه الحجم، ما ديروهمش خشان بزاف هكذا ما طيب لكمش يعني بالخف، وما ديروهمش رقاق كامل كي تجيو تسقوا راح تكسر لكم كامل البطاطا. ديروهم مرقق بزاف ما خشان بزاف. هنا وانا نرص في هذا الخضار في داخل الصينيه راح نفتح لكم قوس. يا جماعه راكم تشوفوا باللي القناه ما على باليش اسكو فيها مشكله ولا ما على باليش كامل يعني منين. انا اتصلت على كل حال بفريق الدعم تاع اليوتيوب وقلت لهم باللي راهم يجوني تعليقات وراهم يقولوا لي باللي رانا نديروا في ليجام تاعنا وما همش يبانوا. دوك نجوز لكم هذوك التعاليق كامل ونخليهم لكم في الشاشه. قالوا لي ربما باش تتحل هذه المشكله لازم المتابعين تاعك يديروا تحديث لتطبيق اليوتيوب، يعني يديروا ميزاجور لليوتيوب.
واللي ما تعرفش ولا ما تعرفش تخرف في التليفون مثلا، ولا وري لوليدك الزوج ديالك بنتك، يعني كامل يعرفوا يديروا ميزاجور اليوتيوب، حاجه سهله ماهيش حاجه واعره. وكذلك اللي ما يوصلوهاش الاشعارات مثلا بالفيديوهات الجديده، ولا تقدري تروحي تشوفي الاشتراك تاعك، تقدري تروحي تشوفي اسكو راكي مفعله الجرس على كلمه الكل. هاد الاشياء كامل مهمين يعني ليكم وليا. وكذلك هكذا يعني باش ما تظلمونيش في الباطل، صدقوني يعني ما تقدروش تتصوروا شحال راني نتعب مع هذا الفيديوهات. راني نحاول تقريبا نكون معكم على طول الاسبوع بصفه دوريه، يعني ما عدا الويكاند اللي ما نحطش الفيديوهات، ومرات نحط بالسبت، يعني كل خطره كيفاش. ونتمنى من كامل المتابعين ديالي يديروا هذا التحديث هكذا باش نعرف المشكله وين راهي، اسكو يعني راهي من اليوتيوب نفسه، ولا المشتركين ديالي ما ولاوش يحبوا يشوفوا الفيديوهات تاعي. دوكا ما نعرف وين راهي المشكله. انا الحاجه الوحيده اللي متاكده منها هو على بالي بلي عندي مشتركين اوفياء، هادوك اللي يدخلوا الزوج بيل كي نحط الفيديو ديالي ونصيبهم، يعني داروا تعليق وشافوا الفيديو. وش نقول لكم، يكثر خيركم، ان شاء الله ربي يعطيكم ما تتمنوا، ان شاء الله نكون عند حسن ظنكم. ونوصيكم انتم كذلك، على بالي بلي هذاك الجام ما راحش تبخلوا عليا به ولا، لكن مرات يعني تبرونشيو مع الفيديو هكذا ولا مع المعلومه ولا وتنساوه، من فضلكم هذاك الجام توجور تفكروه. لو كان جا اليوتيوب هو اللي يحكم عليا ولا على خدمتي اسكو مليحه ولا ماشي مليحه، هذيك يعني حاجه سهله مهله، على بالي كيما يقولوا كل واحد يخدم بعرق جبينه. لكن المشكله تاع نجاح الفيديو او فشله تكون متعلقه بالمتابعين ديالك. اذا كانوا المتابعين ديالك يحبوك وواقفين معاك بالمشاهده بالجهم بالبارطاج، تصيبي بلي هذاك الفيديو يعني يطلع وحده. لا داروا العكس، هذاك الفيديو يعني راح يحبط وما راحش يشوفوا حتى واحد. وشوفوا هنا خواتاتي، هاد الموقف اللي تكوني فيه، تخيلي يعني تكوني تخدمي وتعياي وتقدري تكوني ناجحة وبعلامات ممتازة كما يقولوا، لكن النجاح ديالك ولا العلامة اللي راح تديها راح تكون مرتبطة بالآخرين. شحال هاد الحاجة صعيبة، نجاحك يكون مرتبط بالآخرين. وهذه هي الصعوبة أنه تكون عندك قناة تاع يوتيوب تكون ناجحة أو فاشلة. إن شاء الله تكونوا فهمتوني ولحقكم الميساج. هنا يعني واش كنت ندير كامل ما كانش يحتاج إلى شرح. حكمت هذيك التتبيلة اللي خلطتها معكم، وريت لكم كامل المكونات، حطيتها من فوق البطاطا، زدت هذاك الدجاج حطيته في هذيك التتبيلة اللي بقات وحطيته من الفوق. هذوك الحبيبات تاع الحار اختياري، لكن يزيدوا بدنا لهاد البطاطا كوشه تجي فيها واحد الريحة بزاف شابه. حطيتهم من الفوق، دوك الفص تاعهم قطعتهم بالطول وكذلك وزعتهم من الفوق. راح يزيدوا البنه لهاد البطاطا، غطيتها بورق الزبده، درت لها البابي الومنيوم وغطيتها مليح ودخلتها الفرن. كنت مسخنته مسبقا تقريبا ربع ساعه ولا 20 دقيقه على اعلى درجه في الفرن ديالك ديريها، وحطي البطاطا تاعك واحد 45 دقيقه 50 دقيقه روحي تفقديها. شوفوا هنا تلقاوها طابت زبده بلا ما تخلطوا فيها، بلا ما نص ساعه تروحوا تضربوا عليها طله. هذيك الكميه تاع الزيت، وعلاه درنا نص كاس باش يخلي لكم البطاطا كوشه تاعكم ما تتحرقش، مام تنشف لها هذيك لاصوص وينشفوا لها هذوك السوائل، تبقى كشغل هي تتقلى في هذاك الزيت. اللي تحب تنقص وتتفقدها بعد حوالي 45 دقيقه ولا 40 دقيقه ولا، لكم الاختيار. لكن انا عليا ديروها في الفرن على اعلى درجه 50 دقيقه، نحيو لها هذاك الغلاف اللي من الفوق وشعلوا لها الشوايه، وخلوا هذاك الدجاج هذيك الجلده يعني كامل راح تتحمر بالطبع. هذاك الفلفل كشغل راح يتشوى من الفوق. البطاطا كذلك تاخذ تحميره خفيفه. هنا وريت لكم البطاطا طابت زبده وجا فيها واحد الكو. تخيلوا الكو تاع هذيك التتبيله، الكو تاع الدجاج، الكو تاع الثوم الفلفل، هذاك الكاس تاع الحليب كذلك يرجع لكم يعني البطاطا تاعكم بنينه كي العسل. وصلنا لنهايه الفيديو، ان شاء الله الوصفه تعجبكم وتنال رضاكم، تشاركوها مع العائله تاعكم وتستمتعوا بالبنه والذوق ديالها. وصلنا لنهايه الفيديو. في الاخير ما عليا الا نقول لكم السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.